في تطور مثير داخل أروقة الكرة الإفريقية، شهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجواء مشحونة وغير مسبوقة، بعدما تحول إلى ساحة نقاش حاد بسبب تداعيات كأس إفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، خاصة أحداث النهائي والعقوبات الانضباطية الأخيرة. المصادر كشفت أن عدداً من الأعضاء البارزين من عدة دول، من بينها الجزائر ومصر وموريتانيا والكاميرون والكونغو والغابون، لم يحضروا بشكل فعلي واكتفوا بالمشاركة عبر تقنية الفيديو، في حين سجل غياب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، إضافة إلى الأمين العام للكاف فيرونا موسينغو أومبا. وخلال الاجتماع أمضى رئيس الكاف باتريس موتسيبي قرابة 4 ساعات كاملة في مناقشة نقطة واحدة فقط تتعلق بتقييم بطولة كأس إفريقيا الأخيرة، رغم أن جدول الأعمال كان يتضمن 10 ملفات أساسية، وهو ما تسبب في ارتباك واضح وتدخلات غاضبة من عدة أعضاء انتقدوا طريقة التسيير وملفات التحكيم والأمانة العامة. عدد من المسؤولين ذكروا موتسيبي بوعوده السابقة بإطلاق إصلاحات داخل الاتحاد واتخاذ قرارات قوية، مؤكدين أن شيئا لم يتحقق حتى الآن، مطالبين بإصلاح شامل داخل الأمانة العامة وحل لجنة الحكام وإبعاد رئيسها وأعضائها، إضافة إلى وقف اتخاذ القرارات الفردية خارج اجتماعات المكتب التنفيذي. ورغم تبرير غياب الأمين العام بظروف عائلية، إلا أن ذلك لم يمنع مطالب قوية بإقالته، في وقت طرح فيه داخل الكاف سيناريو تعيين أمين عام جديد بين خيار دعم النيجيري سامسون آدامو وخيار آخر مدعوم من الفيفا لتعيين السويسري من أصول إفريقية جيلسون فرنانديز. ملف التحكيم كان الأكثر توتراً، حيث طالب عدد من الأعضاء بإقالة لجنة الحكام بعد الأخطاء الجسيمة التي شهدتها البطولة. وزاد رئيس اللجنة الكونغولي سفاري الأزمة حدة عندما اعترف بوجود توجيهات بعدم إنذار لاعبي السنغال المنسحبين حفاظاً على استمرار المباراة، كما أقر بعدم معرفته بعدد من الحكام الذين أداروا مباريات البطولة، ملمحاً إلى أن الإدارة هي من اختارتهم دون دور واضح للجنة. كل هذه التطورات تؤكد أن الكاف يعيش واحدة من أكثر مراحله اضطراباً وسط ضغوط متزايدة لإصلاح منظومة التحكيم وتوضيح حقيقة ما جرى في نهائي كأس إفريقيا، في انتظار قرارات قد تغير ملامح الكرة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.